السلام عليكم بنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت غادي نشارك معكم هاد الفخيدات الفران اللي انا معتمدين عندي، كيجيو زوينين. البنات سمحوا لي على هاد التصوير، ما عرفت كيفاش نشد الكاميرا. انا راكم عارفين المحتوى ديالي ماشي هو التصوير، ماشي هو الوصفات، ماشي هو الفلوغات، داكشي علاش مهم صبروا معايا وقبلوا على هاد الفيديو صافي. المهم بالنسبه للعطريه عندي شويه ديال التحميره. انا عندي هنا تحميره فومي كتعطي بنه زوينه، شويه البزار، شويه سكينجبير وملحه طبعا. غادي نديرهم في طبسيل. غادي ندير المطارد معلقه كبيره، المهم على حسب عدد الافراد. بالنسبه للمطارد ضروريه في هذه الوصفه. من موراها غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا. انا ما كندير عيني ميزاني اصلا، هذه غير خفيفه ما ثقيلاش. بالنسبه للصوص الصوجا اللي ما عندوش ممكن تزيدي واحد المعلقه كبيره حتى 2 معالق كبار ديال الحليب. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ولا 2 معالق ديال الثوم بودره. راكم عارفين الثوم بودره ما فيهاش زعما الريحه ما كتقرش. الثومه طريه نديرو 2 دروس. عندي هنا اعشاب منسمه، انا هاد ما بقاش ليا فيه بزاف. بالنسبه للاعشاب المنسمه غديروا اللي بغيتو، ماشي بالضروره هذا، ممكن ديروا اليازير، ممكن ديروا شويه الزعتر. المهم غير اللي تنسم لينا وصافي، ما تقيدوش بشي حاجه معينه. انا هادو ديجا كنت زعما شارياهم صافي درتهم. بالنسبه للفخاد راني ديجا غسلاهم مزيان بالملحه والحامض ومنشفاهم. والملحه ما تكتروش، انا درت غير شويه لان المطارد مالحه وصوص الصوجا حتى هي مالحه. صافي كنخلط الخليط وكنبقى ندير فيه هذوك الفخيدات مزيان حتى كتدخلهم الشرموله. وعلى فكره انا راه هنا فلحتهم بالموس باش هكا تخليهم الشرموله مزيان. وهاد الطريقه راه ماشي بالضروره خصهم يكونوا الفخاد ديال الدجاج، راه ممكن نديرو حتى جنيوحات. بصراحه انا جنيوحات ما كيعجبونيش، ما عرفت كيجيني ما فيهم ما يتكل، ولكن كاين اللي كيعجبو جنيوح والاذواق تختلف. البنات على فكره بالنسبه للبابريكا فيمي راه موجوده عند العطار، انا راه كنشري غير 10 دراهم. عفوا فيها بزاف، كدير ليا شحال، وفيها واحد الريحه زوينه ديال الشوا. زوينه زوينه، كنفضلها في هذه الوصفه احسن من البابريكا العاديه. المهم انا غنخليهم يرقدوا تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين. من بعد غادي ندوز ندهن المول بالزبده، وغادي نهبط عليهم داك الجلده مع ملي كنا كندهنهم كطلع الفوق. كنهبطوها باش هي اللي زعما هي اللي كتشد التحمار. صافي من بعد درت فوق منهم واحد طريفات ديال الزبده، وغندخلهم الفران شويه تذوب ديك الزبده وندهنوهم. وبغيت نشارك معكم واحد التكتوكه في الكوكوط غرافقها مع الدجاج هكا بسرعه وكتجي زوينه. المهم هنا عندي مطيشه خضره، خلاص درت حبه كبيره، ودرت واحد 2 فصوص ديال الثوم محكوكين، شويه د الكمون، شويه د البزار، شويه د الملحه، وطوبه واحده ديال السكر غير باش تحيد داك الحموضه د المطيشه. وعندي هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء مشويه مشويه ومقطعه مربعات. صافي غادي ندوز نرمي الفلفل على ديك مطيشه. البنات راه ما كنزيدوا لا ما لا حتى شي حاجه، كنسدوا عليها الكوكوط وكنديروا الصفاره. فاش كتبدا تصفر كنقصوا عليها على عافيه مهيله، اصلا الفلفله كتطلق الماء ومطيشه حتى هي كتطلق الماء. البنات ها هي مني دازت تقريبا نص ساعه وطفيت عليها. شوفوا كيفاش طلقات الماء، راه ما زدت فيها حتى نقطه الماء. دابا هذه غنردوها فوق البوطه على عافيه مجهده، عافيه مجهده. وحنا طبعا كنحركوها باش ما تلصقش، ونحيدوا الغلاقه بحال الشكل ديال الدغميره. ملي كنديروا هاد الدغمر كنجهدوا البوطه كنهريو الغلاقه. صافي بحال هكاك حتى تنشف لينا وتجي واقفه غير في ديك الزويته. نسيت نقول لكم الزيت، طبعا زيت الزيتون، انا كندير زيت الزيتون وكل واحد يدير اللي بغا. المهم النتيجه النهائيه هي هذه. الدجاج ها هو طاب غير في داك الماء ديالو هكا كيفاش جا محمر. المذاق ديالو رائع رائع وصحي هكا بلا زيت وشي حاجه مختلفه. بصراحه انا ولدي كيبغيه بزاف، يعني ضروري ما كنديرو واحد المره في الاسبوع هي القليله.
بالنسبه للتكتوكه ديالنا، ها هي كيفاش جات دغمرات تعسلات في هذيك السويته. اللي غيقول لي زيت بزاف، انا راه حتى طابت، عاد زدت حتى شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. ونسيت البنات ما نقول لكم، انا راه درت مع واحد الوريقات سيدنا موسى كتعطي واحد البنه ديما انا كنديرها في التكتوكه، راه غير نسيتها في الفيديو. راه قلت لكم انا ما مولفاش بالفيديو، ما مولفاش بالتصوير، غير سمحوا لي كل حاجه فقنت. المهم رانا درت واحد شلاضه، شلاضه معها يعني كاختياري، فيها الخس ومطيشه وتفاحه وشويه ديال المايس. وغادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى هاد الوصفات البسيطه اللي شاركت معكم تكون عجبتكم وتجربوهم. جربوا الدجاج والتكتوكه كيجيو زوينين. وقبلوا على هاد الفيديو كي قلت لكم انا ما مولفاش بالتصوير، هذا ماشي المحتوى ديالي. قناه البنات موقفه بمخالفه، وكان ضروري خصني نصور فيديو من المحتوى ديالي ونحطو انا، باش هكا الا رجعوا القناه تلقاو فيها المحتوى ديالي وتحيد عليها المخالفه. وغادي نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء. ما تنساوش البنات عافاكم لايك للفيديو.